السلام عليكم شباب نادي سمند العراق. أنا قبل يومين نشرت منشور على مود تحوير الدرقة، قلت من يعرف من الجماعة يعرف يحور درقة. صراحة هواي ولد دخلولي قالوا تعال لنا وبيك خير الدلل وما قصروا، بس صراحة الولد يعني أغلبهم بشي خابرتهم وشي دخلت لهم خاص، يعني الشغل ما عجبني مو الشغل اللي أريده أنا. طبعا للعلم أنا أعرف للشغل مو غشيم عليه، بس وقت ما عندي لأن ملتهي بدوامي يومي، أروح من الصبح أعد بثلاثة الظهر بالأربعة الظهر، فوقت ما عندي. فاليوم الحمد لله طلعت من وقت، فحبيت أشتغل بيدي لأن الشغل ولا قصورا بالولد بس مو اللي أريده أنا، فحبيت أشوفكم شغلي. هاي الدرقة مثل ما تشوفون، هذين الدقام اثنين ثقبت لهم ثقب منها طلعته وايراتين، هذا تشوفون ذن اثنين طبقتهن سوية سحبت لهم واير، هاي الواير نشده بالواشر على المود قاعدة هنا، وهذا الواير الثاني جبته من هنا وين ثقبت له ثقب من هنا مثل ما تشوفون، وطلعته من هنا مثل ما تشوفون طلعته من هنا. فمن طلعته من هنا لفيته بيدي، هذا كله لفيته. طبعا الواير ابو الواحد ونص مال مولده، سحب مال مولد مال بيت، انا استخدمت هذا لان ثخين، لان لقيت مال سلف ومال داينامو بس ما يفيدني، خفيف بسرعه ينقطع خفت. فمن جيت لهنا نهايته الاخير فتحت هاي شويه بالموس مثل ما تشوفون، هاي الفتحه فتحت هاي بالموس على المود ادخل بها السيم واموته اللي هنا انتهى عندي. ومن هنا عندي هاي الليطه مثل ما تشوفون هي حديد، هاي لفيت عليها السيم على مود لا تظل تاخذ ذاك السيم ويتاكل، سيم بسيم ما يتاكل. ومن هنا يطلع هالواير يروح سلكته من جوا طلعته للبونيت. وعندي هاي اللي راح اخذ منها بارد، هاي ما واصلها بارد. سويت اني مثل ما تشوفون لفيت عليها هالواير خارجته من هنا وصلته اللي هناك، ربطته بهذا البرغ العشاء لان هذا ما بيه بارد، واصل عندي بارد حتى اذا اطفي سويتش واصل بارد. فحبيت اشوفكم شغلي. شوفوا هاي الدرقة تجي تقعد هنا مثل ما تشوفون شلون قعدت. شوفوا هذا الليطة، خلنا اشوفكم شلون الليطة تجي هنا فيت فوق الملف، هذا اللي لفيته، هذا منه انا مخرج بس بارد، وصلته من هناك للكتف بعد طلعت الهونات، ومثل ما تشوفون حسمعكم صوت الهونات. العفو بس خلنا نشد الواشر اللي هو مال بارد، هذا نرجع قاعده هنا بمكانه نشده. هسه صار عندنا من هنا البارد جاي من هنا شوفوا، ودخل للدقم ورجع طلع للملف. وهاي الهونات وهاي همين طبعا اشتريتها لان مالتها البلاديه هاي الاصليه، شوفوا انا ضايفها لايلون ما حبيت اخربها، قلت ليش اخربها واقصر. جبت هاي اللي هي صاج مثل ما تشوفونها قاعدة هنا، هاي قاعدة ليش مكانها. وشوفوا هاي الهونات طبعا كلش حلوة دقتين ودقة حلوة هونات، بس طبعا ما مقسمات صار لهم فترة طويلة ما شادهن، وخليتهم فترة يم صديقي كان شادهن عنده سيارة انبالت خط على الناصرية، يروح للناصرية ويجي يدق بيهن وما مسكتهن شوية صوتهن متغير. هسه كلش حلوات ما شاء الله. شوفوا هاي الدرقة منين ما تحبون الدق هي الدق. طبعا الدرقة بعد ما خشم عليها كلش خفيفة، ما جاي يدق بيها دقة حلوة. ان شاء الله يومين ثلاثة حاخذ شامة على الدرقة واسمعكم اصوات الدقات طويلة قصيرة الدقات كلها. وهاي ابسط شيء اقدمه نادي سمند العراق، ويستاهلون اكثر شبابنا، وتحية خاصة لكل العضو بالنادي وكل الأدمنية، وتحية لبن خالي أحمد أبو نمر التميمي ووسام التميمي بن خالي، وأخويا وصديقي كل الشباب، وحسين أبو الطيب وناطق العقيلي
وعلي الواسطي، واللي ما تحضرني أسمائهم. تحية لكل الأعضاء والأدمنية من الألف والياء للياء. في أمان الله.